انتي بشرتك دهنيه او مختلطه مش هتندمي ان انت استخدمتي المنتج ده. طب البشرات المعرضه للحبوب او بالفعل هم عندهم حبوب، طبعا المقشر ده فيه منه نوع تاني بس مقشر المشمش العادي برضو جميل حلو قوي، بس ده زي ما قلت لكم مخصص لعلاج عيوب البشره. كنت جايباه من نون عليه عرض كان تقريبا ب 150 200 175، يعني هي في الحدود دي، يعني موجود في نون وفي امازون وفي جوميا، بس انتبهي طبعا على انتهاء الصلاحيه. طيب ده شكل العبوه وده اللي مكتوب على الظهر، هو طبعا منتج امريكي. ستيفز دي منتجات امريكيه. هنا ان الماده الفعاله اللي هي بتحافظ على توازن البشره وبتظبط لك المسام كده وتمنع لك ظهور الحبوب، هي ماده الساليسيليك اسيد. التركيز بتاعها هنا 2% اهو. لو عايزه تاخدي سكرين شوت، في المجمل منتج اصلي وجميل. هدف واحد، هو غسول ومقشر ومفتح للبشره وموحد اللون لاصحاب البشرات اللي عندهم مشاكل. يعني انت لو بشرتك عاديه ما فيهاش مشكله ممكن تستخدمي اي مقشر عادي، بس ده بصراحه هو مخصص لاصحاب البشره اللي عندهم حبوب او اللي عندهم مسام واسعه، اللي عندهم عدم توحيد للون. استخدامي ليه، انا بستخدمه 3 مرات في الاسبوع. مميزاته ان هو ليه حبيبات واضحه وصريحه في التقشير، يعني هو مش بيهزر بصراحه. انت طبعا بترطبي البشره بشويه ميه وبتبتدي ان انت تعملي تدليك عليها. وما تحطيش كميه كبيره، انت لو هتحطي كميه كبيره مش هتستفيدي قوي، مش هتحسي اصلا بالحبيبات. الافضل ان انت تكون بشرتك مترطبه بالميه وتحطي كميه يعني بسيطه من المقشر ده وتبتدي تعملي تدليك للبشره. هتحسي بفرق كبير جدا، هتحسي ان بشرتك فعلا بتنضف، هتحسي ان هو بيفتح لك المسام وبينضف لك كل المحطوط جوه المسام، اوساخ بقى، رؤوس بيضه ورؤوس سودا، كل حاجه بصراحه. طيب انا بعمل التدليك ده لمده تقريبا 10 او 12 ثانيه. ببتدي بسيبه دقيقه او دقيقه ونص على البشره كماسك، يعني كمان دي تقدري تستخدميه كماسك. وبعد كده ببتدي ابلل اصابعي برده بنقاط من الميه واعمل تدليك، اعيد عليه تاني. الخطوه التانية اللي انت بتعمليها دي بقى هي اللي هتطلع لك بقى كل الجلد الميت وكل حاجه بصراحه مش عاجباكي في البشره هيطلعها معاكي. البشره بعد استخدامه على طول بتكون ناعمه جدا وبتزحلق كده وبتبقى مؤهله بقى ان انت لو عايزه تحطي لها بقى ماسك تفتيح مخصوص للتفتيح او علاجي، او ان انت حابه بعد كده تحطي الكريم المرطب السيرم اللي انت عايزاه. بتكون البشره نظيفه، المسام مفتوحه، مؤهله انها تستوعب اي حاجه تحطيها عليها. اتمنى اكون قدرت افيدكم النهارده بالريفيو. حاولي ان انت تجربيه بجد، لو انت بشرتك دهنيه او مختلطه مش هتندمي ان انت استخدمتي المنتج ده. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.